مساء الخير. طبعا انا بقالي فتره بشطب معرض جديد. المفروض ان المعرض ده كان يتشطب خلال شهر شهر ونص على الكلام اللي اتقال، بس حاليا احنا بقالنا 3 شهور وحب. النهارده الصراحه بدأ بقى ايه، اشوف المصنعيات والحسابات والدنيا تفاجأت الصراحه من المصنعيات اللي موجوده يا جماعه. آه، يعني انا مش فاهم البلد دي ماشيه ازاي، الدنيا جوه كده دايره ازاي. المنطقي او المنطق بيقول الحرفه لو نادره، لو نادره المفروض شغل اليد بتاعها او المصنعيه والمقابل بتاعها يبقى اعلى من الحرف اللي موجود منها ناس كتير بتقدمها. طيب، نشوف مثلا مثلا النقاش واخد مثلا مصنعية 18,000 جنيه، حوالي 18,000 جنيه. طيب أنا أقعد أفكر، يعني طبعا حرفة وصنعة، بس إيه 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 حجم المسؤولية اللي بتقع عليه؟ أنا مش بقلل من المبلغ، لا، بس إيه حجم المسؤولية؟ هتفهموا قصدي. إيه حجم المسؤولية اللي بتقع عليه لو باظ حاجه؟ يعني ضرب لون غلط، معجن حاجه غلط، مش قصه، مش قصه، اعتقد مش قصه كبيره. طيب، انا اجي الاقي واحد جاي مثلا يقول لك كتير قوي ندفع 650 ولا 500 جنيه في تغيير زيت وفلتر زيته. طيب، ما هو الفني اللي شغال في الماكينه في المركبه اللي حضرتك راكبها في الموتوسيكل، ما هو نادر، يعني هو في البلد اللي احنا فيها هو نادر، والنو هاو بتاع الشغل النظيف المظبوط ما هو برضه مش سهل، ما هو شغال موتور زيته لو ما اتحطش بمقدار معين، موتور قصه رقم فلوس كتير، 200 300 400 حسب نوع الموتوسيكل، بس ارقام كبيره. فاما تيجي تتضايق من مصنعيه شغل في الجثه دي وتستكترها، ما الجثه دي مش اي حد يشتغل فيها، اشتغل فيها في بيتك. يعني انت انا رايي الصراحه اي حد بيستكتر تكلفه خدمه مقدمه ليه اعملها انت، ما توجعش دماغك، اعملها انت. مالكش الحق تقول لا كتير لا قليل لا رخيص. ما هو الراجل جه قال لي انا مصنعيتي كذا، انا هديها له، انا مضطر اديها له. انا ما قيملوش شغله ده هو بكام، مش بتاعتي. يا عم ما هو بكذا، يا يعملها يا ما اعملهاش. لو انا اعرف اعملها كنت عملتها وما هريش كتير وما ضيعش وقته. ده الصراحه ده رايي. بس انا بتكلم في نقطه ايه، ان في حرف كتير موجوده او وظائف كتير موجوده في البلد هنا مش متقدره. يعني ما هي اصلا مش متقدره. ومنها الصراحه بجد والله، منها الميكانيكي، وخصوصا ميكانيكي الموتوسيكلات. صدقوني الحرفه دي قليله، العماله اللي موجوده فيها قليله. يعني ما ينفعش تقارن مثلا بمبيض محاره او كهربائي. الكهربائي دلوقتي حضرتك يجي يفك دوي يركب دوي، مصنعيته 500 جنيه، عالش حاجه، عالش حاجه. انت بتروح تجيبه من عنابه، اقسم بالله تروح تجيبه من عنابه وتجيبه هنا اهو يعمل لي عنابه في التجمع، تك تك تك، يظبط سلكين، خبره وشغل كل حاجه، بس 500. انا لما اشوفها على مكان وميكانيكي موجود وجوب اوردر بيتعمل وعده موجوده وتفك وتفتح بقى سيرفيس مانوال دافع فيه فلوس عشان يقول لك تحط في الموتوسيكل ده 3 كيلو 700 لتر بالظبط، وتقيس ازاي وتدور وتطفي، يقول لك اعمل. انا بكلمكم على زيت، مش ما دخلناش في كلام بقى ايه، في فالف كليرنس وشمات وننظف انجكشن وانجكتورات ما اتكلمناش في حاجات ايه، بنتكلم في حاجات بسيطه كده. ف يعني أنا اوديه او اروح اجيبه وارجعه تاني وياخد 500 جنيه في نص ساعه، وانا مضطر اعملها. انا ما بعرفش اعمل الدوي، انا على قد ما اعرفش اعمل الدوي، وما عنديش خلق ان اخش على اليوتيوب اقعد اشوف الكلام. طيب، انت لو شايف ان تكلفه الحاجه دي كتير ما تعملهاش، اعملها انت. الصراحه اعملها انت. بس انا بس مستغرب ان حرفه زي دي بيتبذل فيها مجهود، وحرفه زي دي بيتبذل فيها مجهود. انا مش بقلل من حاجه وبعلي من شأن حاجه، بس انا بالنسبه لي ان انا اشتغل في المجسم ده
محتاجه خبره ومحتاجه علم ومحتاجه معرفه ومحتاجه عده ومحتاجه تكنولوجيا محتاجه قصص، والله محتاجه قصص. الموضوع مش سهل يعني، محتاجه قصص. فاقلل من تكلفه الخدمه بتاعه الجثه دي، لا. انا الصراحه اسف. انت شايف حضرتك ان هي غاليه، ريح نفسك واعملها بمعرفتك، اتعلم واعملها. تعال اقول لك مثلا، تيجي مثلا ايه، هننزل موتور ونركب موتور برقم، لا كتير. يا عم انت منين؟ انت بتقول انت منين يعني؟ انت عرفت منين؟ هو يا عم انت اعملها، يا عم ربنا يكرمك يا عم، انت اعملها. انت افتح اليوتيوب، انت نزل سيرفيس. صدقوا بالله، انا اهو، لو قسما بالله لو العده معايا والسيرفيس مانيوال معايا واليوتيوب موجود، انا مش هعرف انزل موتور واطلعه، مستحيل. ما عنديش الخلق. ما هي ملكات البني ادم. عنده في واحد عنده ملكه انه يعرف يشتغل في الكهرباء بتاعته، شغلته، نصيبه، ربنا خلقه كده. واحد عنده ملكه يمسك المفك ويفك ويركب وعنده خلق. انا ممكن امسك المفك والمسمار هقطم امه معايا بالعافيه، ما مش راضي يتفك بيستوى عليا. والله الصراحه يا جماعه الموضوع غريب. تعالى اقول لك مثلا، يلا هنركب ماسوره، انا عايز اعمل ماسوره. انا عشان اجرب، انا ما افهمش اهو، بس عاوز اقول انا هجرب ازاي اركب ماسوره واعمل لها ايه تبقى ماشيه كده اهو. هروح اجيب ماسورتين وهاجر بقى. هاجر ايه؟ المكنه اللي بتلحم، اللي هي بتشبط المواسير في بعض وبنعمل كوبري ولا نعمل معرفش اسمها. هاجر العده دي تتاجر عامه واجرب. مشيت فيها الميه ما بتخرش، يلا خير وبركه وزي الفل. انا عشان اعمل التجربه دي الموضوع هيكلفني كام؟ تعال نقول 1000 جنيه. انا عشان اعمل تجربه فك حاجه وتركيبها في الموتوسيكل، لو باظت هتكلفني كام؟ هتكلفني مش ممكن البس في. والله يا جماعه الموضوع غريب، الموضوع غريب. وظائف كتير لا تقدر في هذه البلد، بني ادمين كتير لا تقدر في هذه البلد، وما تفهمش الامور اصلا. السيستم من الاول متظبط ازاي، بانهي اتجاه؟ يعني مين اللي حط له القواعد والشروط دي؟ معرفش. انت مثلا في الدول اللي بره، الواحد لما سافر يعني، تعال اقول لك مثلا حاجه. عندنا هنا عشان نغير الاويل سيل بتاعت المساعد في جلده، الجلده دي بتمنع تسرب الزيت اللي محطوط في المساعد من جوه. فعندك جلده من الناحيه دي وعندك جلده من الناحيه دي. فقول مثلا مصنعيه القصه دي عندنا هنا في المكان حسب نوع الموتوسيكل، بس تعال نقول مثلا ايه، من 1500 ل 2500 و 3000 3500 حسب. في سيرفيس مانوال بيتجاب، بتقرا منه نوع الموتوسيكل، بقدر المفروض احط للمساعد ده زيت مقداره قد ايه، وبعد كده اتسته ازاي وافكه ازاي واقفله ازاي. سهله، صح؟ سهله، سهله، اعملها انت. لا اله الا الله. طيب تعالى بقى بره وانا في امريكا، اما رحت سالت على قصه زي دي يقول لي $500، يعني حوالي 25,000 جنيه. نهار ابيض. اه لا، انا بقى الناس هناك بتتعلم ازاي تعمل الحاجه لنفسها، يعني بيحاولوا ويتعلموا. لكن ما يروحش يقول له لا هو ده، اصل ده كتير. مش عاجبك سعر الخدمه المقدمه ليك في اي مجال، ما تعترضش. يا تعملها بنفسك يا ما تعملهاش يعني، ولا تضيع وقتك ولا تضيع وقت الشخص اللي بيقدمها لك يعني. لا كتير، انت المفروض تعملها بكذا وبكذا وبكذا. هو حر. هو الصراحه حر، ما دام اتفقتوا من الاول وهو معرفك من قبل ما يشتغل ان التكلفه هتبقى 1 2 3، خلاص بقى ما تهلكش بعديه. ما تهلكش يعني، عيب الصراحه. الاتفاق اتفاق، الصح صح. طيب نتكلم في نقطه تانية. انا عملت فيديو اتكلمت عن الصناعيه وطريقتهم. في نقطه برضو محتاجين نوضحها. انا برضو من وجهه نظري ان الفني او الصنايعي او المهن الحرفيه عامه في مصر اقوياء جدا، اقوياء جدا، وبيقدروا يفكروا بره الصندوق ويصلحوا حاجات بطريقه مختلفه. طيب فاضل لهم بس، فاضل هي شويه حاجات كده فاضله كده، نركب الصاروخ ونطير السما. الالتزام
الالتزام، الوقت 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 والالتزام، و ان انت الصراحه تتقي ربنا في صنعتك، تتقي ربنا وتعملها على اكمل وجه ممكن تتعمل بيه. ببقى له مثال والله، يقول الصنايعي في المعرض اللي هناك، ببقى له مثال، الباب معوج، ادي حيطه، الباب عامل كده، مش كده اهو، معوج كده اهو. اقول له يا عم باب بيحك من فوق، وسع لي شويه وسوي معوج. طب يا عم هو معوج، ما هو قال لي مش مشكله هندسه، هو مش بيفتح ويقفل ومقضي الغرض، ما فرقتش يعني نص سنتي دي. اقول له ايه طيب؟ انا اقول له ايه؟ انا يا عم احنا دافعين فلوس يا عم في حاجه جديده يا عم، مش دافعين في حاجه مستعمله يا عم، الله يهديك يا عم ويرضيك يا عم ويفتحها عليك وينور لك بصيرتك يا عم. يا عم ما تشقناش يا عم معاك يا عم، الله يكرمك يا عم. لا لا، ما هي سيستم في هذه الدولة معقد للغاية، للغاية الصراحة، الصراحة يعني. آه، الواحد شاف بره نظام. اوعدنا يا رب، اوعدنا يا رب، اوعدنا يا رب، يوم راح عليكم. إلى اللقاء.